تعليقكم بإيجاز حول تصريحات السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة. نبدأ معك سيادة. نعم، ربما انتظرنا أكثر مما استمعنا إليه، انتظرنا بعض التفاصيل وبعض الإجابات على المحاور الحارقة، خاصة لعلنا نعود لها بالتفصيل. على العموم حصر السيد مهدي جمعة برنامج الحكومة فيما تبقى من المرحلة الانتقالية في 3 محاور رئيسية: الانتخابات، الأمن، والاقتصاد. لنا بعض المؤاخذات على ما ذكر كما ذكرت، سنعود لها بالتفصيل أكيد. ولكن عموما نرى أن الخطاب فيه العديد من الجوانب الإيجابية، أجاب على بعض انتظارات التونسيين والنخبة السياسية، ولكن في نفس الإطار كان خطابا عاما عزه بعض التفاصيل وبعض التدقيقات وبعض الإجابات التي كنا ننتظرها. جدد التزام حكومته يعني العمل على احترام خارطة الطريق والعمل على إنجاز انتخابات قبل موفى سنة 2014. ألا يطمئنكم مثل هذا الكلام؟ أولا نعم، هو شهر غير كافي بطبيعة الحال لتقييم عمل الحكومة، وإنما نحن نتحسس إرهاصات تجاه هذه الحكومة والروافد الكبرى التي ستنتهجها. أيضا نحن غير معنيين بخريطة الطريق. تحدث السيد مهدي جمعة في بداية خطابه على نعم كحزب حركة وفاء غير معنيين بخريطة الطريق بقدر ما نحن معنيين بالفعل بالخروج بتونس من بر الأمان، سواء عبر التوافق على الأحزاب السياسية أو عبر آليات العمل الديمقراطية داخل مجلس الوطني التأسيسي، خاصة وأن السيد مهدي جمعة تحدث عن شرعية توافقية وشرعية انتخابية وخريطة طريق لم يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي. ولكننا مع ذلك نحن مع كل حوار قد يساهم، ولكن على شرط أن لا يكون هيكلا موازيا للمؤسسة الشرعية المجلس الوطني التأسيسي. بالنسبة للانتخابات كان هناك بعض الإيجابية في خطاب السيد رئيس الحكومة، لعلي أذكر أساسا ما ذكره من تنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورصد تسبقة لهذه الهيئة بقيمة 10 مليون دينار وتخصيص مقر مركزي ومواصلة هذا التشاور والتنسيق، خاصة وأننا نعلم أن الدستور التونسي قد حدد مدة الانتخابات بنهاية أو موفى شهر 2014، وهو التزام قانوني ودستوري، التزام أخلاقي وسياسي. ولكن تحدث أيضا على مراجعة التعيينات، وهو مطلب تقريبا العائلة السياسية التي لها علاقة بالانتخابات. هنا جايين سي أزاد، يعني خلينا فقط في موعد الانتخابات. نعم. حسب رأيك ما هي الشروط التي يجب أن توفرها حكومة مهدي جمعة خلال الفترة القادمة لإيفاء بهذا التعهد؟ أولا انتخابات قبل موفى 2014. أولا على المجلس الوطني التأسيسي قبل الحكومة أن يصدر القانون على الأقل في موفى شهر مارس. نعم، لتتمكن الهيئة من تحديد الموعد النهائي للانتخابات وليصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا في ذلك. ثم على حكومة المهدي جمعة أن تعمل على مربع الأمن، تنقية المناخات خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية التي من دون أن تكون مستقرة لن نتمكن من إجراء الانتخابات، أو على الأقل لن نتمكن من إجراء انتخابات نزيهة. أيضا العمل على حياد الإدارة، رغم بعض المؤاخذات التي سأذكرها لأنه تحدث عن حياد الإدارة عن طريق التعيينات، تحدث عن التعيينات التي لها علاقة بالانتخابات، وكنا نأمل أن يكون السيد مهدي جمعة أكثر وضوحا فيما يتعلق بمسألة التعيينات. أولا أن هذه التعيينات ستتعلق بالولاءات الحزبية، ولكن عندما نقول الولاءات لا نتحدث فقط عن التعيينات التي حدثت في فترة حكم الترويكا، وإنما عن كل التعيينات حتى تلك التي حدثت في حكومة السيد محمد غنوشي أو الباجي قايد السبسي. وبذلك نضمن حياد الإدارة، حيادها لا عن أحزاب الترويكا ولكن أيضا عن بقية الأحزاب أو بقية الأطياف السياسية التي تعاقبت على الحكومات. إذن نحن نطلب نعم مراجعة التعيينات، ولكن مراجعة كل التعيينات التي حدثت منذ الثورة على الأقل على رأس المؤسسات الكبرى. هناك بعض التعيينات التي تثير بعض الاستغراب. نعلم أن هناك إرادة لفرض بعض التعيينات على رأس وزارة الداخلية، وخاصة على رأس الإدارات العامة بإرادة تغيير بعض المدراء العامين. هذا موضوع بالفعل يطرح نقطة استفهام كبيرة، وكنا نأمل أن نجد إجابة من أنا راجعين الانطلاق بالفعل في إعلاء هذه القيمة، قيمة العمل، الجميع على حد السواء. وأنا هنا إن كان للاتحاد دور سيقوم به في المرحلة القادمة هو الانخراط في الهدنة الاجتماعية إعلاء لقيمة العمل، أكثر من 35,000 إضراب في سنة واحدة. ونعلم أن تعكير الأوضاع الاجتماعية من شأنه أن يعسر
المسار الانتخابي والمسار الانتقالي برمته، ونرى أن إن كان الاتحاد دورا سيلعبه في الفترة القادمة ستكون من خلال هذه الهدنة الاجتماعية والمساهمة في إعلاء قيمة العمل قيمة بالفعل فقدناها بعد الثورة التونسية. نعيد ونقول أننا بطبيعة الحال نرفض أن نحن مع كل الأطر الحوارية التي قد تيسر والتي قد تساعد على الخروج من الأزمات، خاصة إذا ما وجد رجال السياسة أنفسهم في مأزق، ولكننا كما ذكرنا لا نؤمن بالهياكل الموازية التي تنتصب عوض الهياكل الشرعية، وإن كان لها دور في هذه المرحلة الانتقالية. فيما يتعلق الرباعي راعي للحوار تعتبرون هيكل موازي؟ نعم، يتحدث الجميع على ضرورة أن يقع تصدير الخلافات إن وجدت داخل العائلة السياسية في المجلس الوطني التأسيسي إلى الرباعي الراعي للحوار، لكأن الهيئة أو مؤسسة الشرعية المجلس الوطني التأسيسي عليها أن تنتظر توافقات تأتيها من الخارج لتصادق عليه بصفة آلية فقط. وبطبيعة الحال نحن كان موقفنا واضح في هذا الصدد منذ البداية، رغم أننا مع كل الحوارات ولكن لا على أساس أن تحل محل المؤسسات الشرعية. فيما يتعلق بتحية المساجد أقول أن نعم لم توجد هذه النقطة بالفعل في خريطة الطريق، ولكن هذه النقطة نرى أن الفصل 6 من الدستور الجديد قد حسم فيها وفصلها عندما تحدث على ضرورة تحييد المساجد وتحدث عن الدعاية الحزبية. لا نريد أن نتجاوز النص الدستوري، وقد تحدث الجميع على ضرورة تكريس أحكام الدستور واحترام القانون. القانون تحدث عن الدعاية الحزبية، ونحن بطبيعة الحال نرفض أن يقع توظيف المساجد خاصة فيما تبقى من هذه المرحلة وفي كامل عمل المساجد في أي مرحلة كانت أن تستغل للتوظيف الحزبي. لكن الحديث في الشأن العام والحديث فيما يهم الناس والحديث في الأوضاع سواء كانت على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، نرى أن ذلك لا يضر بشيء الحياة السياسية ولا يسد في شيء الحياة السياسية، شريطة عدم تجاوز القانون بطبيعة الحال بما فيه من نبذ لكل دعوات للعنف ولكل دعوات لتقاتل التونسيين بعضهم لبعض. بالنسبة للتعيينات تحدث المهدي جمعة عن بعض الوزراء الذين أثاروا بعض الجدل في المجلس الوطني التأسيسي، وقد وعد بمراجعة ملفاتهم، وكنا ننتظر أن يتحدث عن هؤلاء الوزراء إما سلبا أو إيجابا، ولكن خطابه قد ما تقصد الوزراء؟ نعم، هناك وزراء عندما تقدمت حكومة المهدي جمعة لنيل المصادقة داخل المجلس الوطني التأسيسي بعض الوزراء أثاروا جدل داخل المجلس الوطني التأسيسي، لعلي أذكر وزيرة السياحة، وزير العدل، وزير الشؤون الاجتماعية إلى آخره من بعض الأسماء، والتي في لقاء بين رؤساء الكتل ورئيس الحكومة على هامش جلسة المصادقة على الحكومة وعد السيد مهدي جمعة بمراجعة هذه الملفات. طيب. وكنا ننتظر ردا إما سلبا وإما إيجابا فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب. مقرر مساعدة الدستور عندما وضعنا في الفصل 6 عن الدعاية الحزبية كنا ندرك ماذا نفعل، وقد طرح هذا الجدل، هل نضع الدعاية الحزبية أم الدعاية السياسية؟ والمداولات موجودة ويقع رجوع المداولات عند تفسير النص. نحن مع أن تحيد المساجد عن كل دعاية لهذا الحزب أم لذاك، ولكن أن نعيد للمساجد دورها الريادي في تداول الشأن العام، وهذا نص قانوني. إذا أردنا أن ننطلق في تفسير الدستور بعيدا عن روحه وبعيدا عن ما صار من مداولات موثقة يقع الرجوع إليه عند تفسير النص، والنص هنا واضح لكم ذلك. نحن نريد أن نقول أننا تداولنا في شأن الدعاية الحزبية أم الدعاية السياسية، وكان خيار المجلس الوطني التأسيسي واضحا في أننا حيدنا المساجد عن الدعاية الحزبية، فبالتالي لا يجب أن تؤول نصوص الدستور حسب. سامحني السيد جنيدي، معناها اتهام واضح. هذا الشيء اللي تكلمت عليه، الدعاية اللي قاعدة صايرة اليوم، الدعاية اللي قاعدة صايرة اليوم دعاية حزبية. هذه مسألة أخرى. ما يقولكش الحزب الفلاني انا هز دربه نتاع الحزب الفلاني، ما يقولش هذا، ولكن الدعايه نتاعه ماشيه في نفس الاتجاه، في كأنه قلت لك شعب نتاع حزب معين. فما الحوار الوطني قررنا كونه باش يقع جلسه نعم خاصه للموضوع هذا، لكن هذا يلزم مختلف المواضيع. لا هيك حري كما قلت، سنقدم تقارير في المساله. انا اردت ان ادقق، لان السيد جنيدي قال ان هذا النص يعني تحييد المساجد عن الحياة السياسية، فقلت أن ما قلتش عن الحياة السياسية، عن الدعاية التوظيف، الدعاية الحزبية. لا، الدعاية الحزبية هو هناك فرق بين يعني عبارة الدعاية الحزبية والشأن السياسي.
واضح. لا الشأن العام شيء آخر، مش نتكلموا على الشأن العام، نتكلموا على الدعاية الحزبية هذه مجرمة دستورية. ما شنو؟ لا وقت اللي جنيدي مسمي هذا يعني شهر و3 أيام. نعم، أولا من الإيجابي أن يجعل السيد مهدي جمعة من التشاور مع الأحزاب وجمع شتات الفرقاء السياسيين سنة في عمله، وقد جمعهم وصرح بأن هذا سيتواصل في إطار التشاور في إطار طرح الإشكاليات الكبرى. ولكن فقط البرنامج الذي تحدث عنه السيد مهدي جمعة وبرنامج الحكومة نراه برنامج طويل المدى، في حين نعلم أن الحكومة عمرها لن تجاوز بضعة الأشهر، ربما 8 9 أو على أقصى تقدير 10 أشهر. وتحدث السيد مهدي جمعة على برامج حقيقة تتجاوز الأشهر ربما لسنوات، وكنا نأمل أن يعطينا بعض الإشارات لبعض الحلول الآجلة والعاجلة التي ننتظرها لحلحلة بعض الأوضاع، خاصة الأوضاع الأمنية والاقتصادية. فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية كانت المقاربة التي أعطاها نعم جميعا نحن مع تكاتف كل الجهود، وقد ذكر ذلك، لإجهاض كل المخططات الخبيثة التي تستهدف إما أمن تونس أو أمن التونسيين. وهذا دور ليس فقط وزارة الداخلية وإنما أيضا الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وحتى المواطن العادي. ولكن نرى أن مكافحة الجريمة والإرهاب والتقاتل وقتل التونسيين وسفك الدماء لا يتم فقط عبر مقاربة أمنية، وقد تحدثنا حتى مع قيادات في وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية، والكل تقريبا مقتنع بأن المقاربة الأمنية وحدها لن تخرجنا من هذه الدوامة، دوامة العنف والإرهاب، وإنما يجب أن تتوازى معها مقاربة اقتصادية، مقاربة اجتماعية، مقاربة سياسية. وقد أشار السيد مهدي جمعة وكنا نتمنى أنه كان أكثر صراحة في هذا الصدد عندما تحدث على المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب، وهناك حتى نية متجهة إلى دعوة بعض المنتسبين إلى بعض التيارات المتشددة حتى يقع فتح حوار مع هؤلاء، العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة داخل الجهات، مما قد يعطي مناخا يساعد بالفعل على تطويق هذه الظاهرة. أما المقاربة الأمنية التي تجعلنا نخشى حتى من عودة دولة البوليس، من عودة الاستعمال المكثف للعنف، من عدم احترام منظومة حقوق الإنسان. فبالتالي نرى أن من الإيجابيات إشارات، ولكن كنا أردنا أن تكون أكثر صراحة بأن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن تكون معها بعض المقاربات الأخرى. فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ربما سنأتي أيضا على هذا الموضوع بالتفصيل. نستغرب عندما نتحدث عن نقابات الأمن، نتحدث عن التعددية النقابية، وعندما نتحدث عن بقية النقابات نقول أنهم ليسوا شركاء ولا يجب التفاوض معهم ولا يجب تفتيت الجهود. نعم، نحن مع التعددية النقابية، وعلى السيد مهدي جمعة أن يعامل كل النقابات حتى الصغرى منها أو التي خرجت من رحم الاتحاد على أساس وأننا ندفع نحو هذه التعددية. الهدنة الاجتماعية هي أساس ضروري للمرور للانتخابات، ورأينا أن الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا عندما دعا الدكتور مصطفى مرزوقي إلى 6 أشهر من هدنة اجتماعية كان ذلك عبارة عن نكتة قيلت ولم تراعى لا مصلحة الوطن ولا مصلحة المرحلة الانتقالية، وإنما رأينا الطرقات التي تغلق، ورأينا الاحتجاجات، ورأينا الاعتصامات، ورأينا المؤسسات التي عانت معنا من هذه التحركات الاجتماعية، وكان وراء ذلك غايات سياسية واضحة ومعلنة. اليوم نقول أنه إذا تواصلت نفس الورقات السياسية أو نفس الأجندات لن نتمكن من إجراء انتخابات كما نريده وفي الوقت الذي نريده، وهذا أساسا دور الاتحاد أن يراعي مصلحة الوطن وأن يتجه نحو هذه الهدنة الاجتماعية التي أصبحت مطلبا للجميع. واضح. موجود ونجم يرجع. احنا حاجه من الاثنين، حكينا على اغتيال الشيخ شكري بالعيد. الرقابه الوحيده اليوم بالنسبه للحكومه ما نزيدوش بعضنا الضغط، مشيت للضغط على اساس هذا حديث معناها لا مش قاعد نزيد هذا الشيء، ولكن انا كنت واضح في حديث ونعرف ايش قاعد نقول، وقلت ذهبنا لنستجل الامر واضح فيما يتعلق بجنو، فيما يتعلق بالتعيينات المراد فرضها على الادارات العامه في وزاره الداخليه. يلزم مراجعه التعيينات، وسميت حتى بعض ما قلتش ما يلزمش مراجعه.
ولكن زاد يلزم الرقابه. وهذا علاش؟ شنو مقلقك انت كيف يبدل المدير الفلاني من المدير الفلاني؟ ها في اي مستوى، في مستوى انه هؤلاء المدراء العامون وبشهاده الجميع قد نجحوا في مقاومه ظاهره الارهاب، قد حققوا مكاسب واصبحوا يعملون كفريق منسجم ومتكامل مع السيد وزير الداخليه، ولديهم الان درايه بخبايا الملفات والاشخاص والاطراف، والحكومه ما زال لها 8 اشهر فقط. وعلاش يغيروا فيهم هذوما اذا كان نجحوا؟ هذا هو السؤال. وبالتالي انت تعتبرهم نجحوا؟ هذا الشهاده. خلينا ندقق. هل لديكم معطيات انه السيد رضا صفار اللي هو الوزير يعني المكلف بالشان الامني يريد فرض هذه العباره اللي استعملتها تغييرات على هذا المستوى؟ نحن هذا ما وصلنا من معلومات شبه مؤكده واردنا استجلاء الامر. واضح العمليه. واضح العمليه. أكد لكم الشيء واضح العمليه ولا إلى حد هنا؟ هل أكد لكم وزير الداخلية ماذا كان جوابه؟ على أساس وأنه بالنسبة له في رؤيته هؤلاء تمكنوا من القدوم المضي قدما في فك بعض المجموعات الإرهابية، النجاح على مستوى العمل على استقرار الأوضاع الأمنية، وبالتالي لا يرى بدا من تغييرهم، خاصة وأن ما تبقى لهؤلاء الوزراء وللحكومة لا يرى فائدة. لا يرى فائدة عفوا. خاصة وأن ما تبقى لهذه الحكومة هي مدة لن تتجاوز 8 أشهر، ولا نرى. طيب طبعا هذا أي نعم. طيب هذا يعني يطمن في شكون؟ خلاف أو في نواب الشعب اختلاف في وجهات النظر التأسيسي. طيب. بما هو السلطة الشرعية. يطمن في الناس اللي وقفوا وراء اغتيال شكري بالعيد، هو فاش يطمن اللي وقفوا. أنا أنت هذا اتهام صريح. لا مش لك أنت لا مش لك. قلت الناس اللي وقفوا وراء اللي في وسط وزارة الداخلية. في وسط وزارة الداخلية هذا لا أعلمه. فما ناس لا وهذاك علاش وقت اللي تجي أنت تقول أنا مش موافق على باش يغيروا التعيينات الفلانية وكذا، شكون قال لك هذاك مش موافق؟ أنا مش موافق أنا. ايش فيك يعني ما فهمتش علاش تحمل فيا ما لم اقل. طيب سي عبد الحق يبدو انه هناك عنده معلومات بانه نفس الاشخاص هم يبدو بانه عندهم علاقه ما. علاش يغيروا فيه؟ علاش جاي تو وزير الداخليه يحب يغير المدير الفلاني؟ هذا السؤال. ولا خاطر في وقت من الاوقات فما معلومات على اكد له مدير الداخليه بانه ما يحبش يغيرهم. هو يبدو سي رضا صفار هو اللي يحب يغيرهم، وسيد وزير الداخليه لا يريد. علاش يحب يغيرهم؟ ما فما وزير الداخليه. فقط لحظه خلينا نفهموا. احنا توا نحبوا نكشفوا الحقيقه كامله فيما يتعلق باغتيال الشاهدين شكري بالعيد ومحمد ابراهيم. فقط ثم امور في وزاره الداخليه سافا يحبوا يغيروا في الاتجاه هذا، لازمنا نعاونوه. هذا اختلاف في وجهات النظر على مستوى داخلي في وزاره الداخليه. لماذا تفكرون في مساءلة السيد رضا صفار؟ لا علاقة لهذه المساءلة بما كنا نتحدث عنه. لماذا؟ طيب لماذا؟ لكل ما ذكرناه. علاش مش بنجدوا؟ واحدة هو قال بسألوا رضا صفار، أما أنا مازلت ما جاوبتوش على السؤال. أنت ظهر فيك معنا عندك أفكار مسبقة تحب تسقطها على حديثي. لا ما عندي ما نسقط حتى شيء. ما لم أقل يغير ما قلت وتوها معناه يستوضح السؤال. خلينا نستفسر فقط. هو في باب الاستفسار سي أزال، في باب الاستفسار. نحن أردنا الملف الأمني وهذه التخوفات وكل ما يحدث على الساحة الأمنية، خاصة وأننا مع اقتراب المحطة الانتخابية ونتخوف من عودة بالفعل كل هذه الممارسات وكل هذه الممارسات الأمنية تحت تعليات متعددة ومختلفة، ونرى أن هناك تصاعد في منسوب استعمال المكثف والمفرط للعنف من قبل قوات الأمن، وأردنا أن نضع الأطر في نصابها، وهذا يدخل في صميم عملنا. لماذا السيد الوزير المكلف، نرجع لتسجيلاتي في وسائل الإعلام وهذا ما هوش مسألة معناها مخفية، نحن قلنا وأنا ما صرحت وقلت وزير الداخلية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية، ولم نقتصر فقط على الوزير المعتمد. واضح. وأنه كل من يخالف هذا الطرح يصنف في إطار هذه المزايدة السياسية على أنه مع رابطة حماية الثورة ومن ذلك حركة وفاء. سندتوهم انتم راهو. أنا لم أقاطعك. سندتوهم ومشيتوا للاجتماعات نتاعهم. هذا قاعد أقول لك فيه بالضبط، وأن كل من لم يتبنى هذا الطرح المخالف للقانون ولما نؤسس له فهو مع رابطة حماية الثورة، قلت ومن ذلك حركة وفاء. سندتوا الأنصار نتاع أنصار الشريعة. عودة المرة العاشرة. كل من لم يتبنى هذا الطرح نعم فهو
قريب من رابطات حماية الثورة ومن ذلك حركة وفاء، ونجم نعاودها 100 مرة أخرى. كل ما هو قريب لا يتبنى هذا الطرح. ما فهمتنيش. لو عكست لا أصبر. معنى ما فهمتنيش. كل من لم يتبنى هذا الطرح يصنف في اطار المزايده السياسيه على انه قريب من رابطه حمايه الثوره ومن ذلك حركه وفاء. انا قلت لك لو عكست لا أصبر. لماذا؟ لانه خطير من نستمع له. نحن مع تطبيق القانون على الجميع. احنا ايش قلنا؟ قلنا وانه رابطات حمايه الثوره هي منظمات. شكون اللي اعطاها الترخيص؟ اعطاها الترخيص حكومه الباشي قيس السبسي. ايش بيه غلط السي الباشي؟ نعرف غلط ولا مش غلط، هذا مش اللي نحكم عليه. ايش بيه؟ هي منظمات نشطت خذت ترخيصها في اطار القانون، وهناك قانون ينظم حل الجمعيات. احنا ايش قلنا؟ قلنا حل اي جمعيه او منظمه عبر قرار سياسي هو تذكير لنا بممارسات النظام المخلوع، وقت نوليو نفتحوا النافذه لانه بمجرد قرار سياسي نجم نحلوا جمعيه، لا مقارنه، نجم نحلوا حزب، نجم ماذا قلنا؟ لا مقارنه. ماذا قلنا؟ جنيدي يقول يعني انه هذه رابطات ثبت انها متواجده. نعم. في العنف. نطبق القانون على الجميع وثم منشور يطبق ذلك ونحلوها اذا كان كما يقول هو ثبت بمقتضى الاليات القانونيه، مش بجرد قلم سياسي، لانه غدوه نولي نخشى تجي حكومه ونبدانا في المعارضه وبجرد قلم تحل الحزب نتاعي ولا تحل جمعيه ولا منظمه. نحن ماذا؟ هذا محل توافق وطني، محل حوار وتوافق وطني. لو كان محل توافق ما نتناقشوا فيه تو. لا انت ماكش خارج الحوار انت تو. لا حتى الناس اللي داخل الحوار كنت تحكي عليها تو. لا متفقين. كنت تحكي عليها تو تقول في اجتماع مجلس الشورى نتاعهم تو ثبت لي روحك. لا ولكن داخل الحوار كنا متفقين على خريطة طريق بعيد على هذه المزايدات السياسية. على كل حال هذا يقول لك هذا قريب روابط حماية الثورة وهذا بعيد. نحن ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع. من ثبت تورطه في العنف يطبق عليه القانون بكل صرامة زادة، ولكن إذا كان احنا نأسوا دولة القانون ودولة تحترم القانون وتحترم مواطنيها وتحترم المنظومة القانونية، نجي بعد نقول لا خريطة طريق لازمها تخالف المنظومة القانونية ويلزم الحل بقرار سياسي. معنى هذا تجني على المنظومة القانونية وعلى ما نؤسس له. نحل كل من تورط رابطة حماية الثورة ولا غيرها، كل من ثبت مخالفته القانون وتورطه في أحداث عنف، ولكن في إطار احترام القانون، مش خاطر الحوار الوطني قال ولا خاطر بعض الأحزاب في إطار ولا بعض الأحزاب في إطار تحضير الحملات الانتخابية القادمة تحب بقرار سياسي. واضح. الوضع أصعب مما كنا نتوقعه، هكذا قال اليوم مهدي جمعة. في كلمة نبدأ معك سي أزاد، يعني الحلول الاقتصادية وما المطلوب بإيجازها. هو السيد مهدي جمعة تحدث عن ضرورة إيجاد حلول استعجالية، حلول عاجلة للوضع الاقتصادي، ولكنه لم يعطينا بعض التفسيرات حول هذه الحلول. وهل الحكومة قال صندوق اكتتاب داخلي. نعم هذا جزء من الحل ولكن لا يمثل الحل. تحدث أيضا عن قروض الاستهلاك، ولكن لم يتحدث هل الدولة ستتجه نحو قروض الاستثمار بالفعل. تحدث عن لم يتحدث وغاب في حديثه ونراه نقطة الضعف في هذا الحوار مكافحة التهريب بما هو سوسة تنخر الاقتصاد طيب المطلوب ومقاومة الفساد. أيضا الجهات وتعطل قطيرة التنمية في الجهات تحدث عنها، والسادة الولاة سيقومون بتحريك هذا. لن يستطيع السيد مهدي جمعة ذلك دون تغيير المنظومة القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية، الاتجاه نحو قروض الاستثمار وفتح ملف التهريب وملف مكافحة الفساد. أنا قلت ثلاث أشياء: فتح ملف التهريب ومقاومة التهريب ومكافحة الفساد، تغيير المنظومة القانونية المعاقة للتنمية داخل الجهات، ولكن أيضا الجانب الاجتماعي الذي غاب أيضا في هذا الحديث، وخاصة الصناديق الاجتماعية المهددة بالإفلاس.